مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. معكم عادل نيوز لنقل الاخبار العاجله. قبل ما نبداو ما تنساوش واحد الدعم خفيف تشجعونا به باش دائما يوصلكم الجديد. مشاهدينا الكرام، الموضوع نتاع اليوم هو اشنو حقق المغرب في سنه 2023 من السياسه الدبلوماسيه لصالح قضيه الصحراء المغربيه. وكنا كنعرفوا بعد ايام قليله ستقفل المملكه المغربيه سنه اخرى من النجاحات الدبلوماسيه والتراكمات السياسيه في اتجاه الطي النهائي للنزاع المفتعل حول اقاليمنا الجنوبيه. فمن امريكا الى افريقيا مرورا باوروبا، حققت الرباط مجموعه من المكاسب والاعترافات التي اعدت الدول المعنيه تاكيدها والتشبث بها على مرأى ومسمع المنتظم الدولي الذي بدأ يقف على حقيقة هذا النزاع والأطراف المتورطة فيه في وقت بدأ فيه الصوت الانفصالي في الخفوت في ظل متغيرات إقليمية ودولية جعلت العديد من الدول تتحلى بواقعية سياسية وبجرأة دبلوماسية للخروج بموقف واضح لا لبس فيه حيال النزاع. وعلى الرغم من المحاولات، رعاة هذا الطرح عرقلة المسار المغرب في هذا الإطار، فإنهم اصطدموا بعزيمة مغربية يقويها الإجماع الذي تحظى به قضية الصحراء المغربية في صفوف كل مكونات المجتمع المغربي باختلافهم انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية، فيما يتوقع أن تستمر الرباط خلال السنة المقبلة في استهداف حصون الانفصال من أجل قلب مواقفهم لصالحها على غرار ما حدث مع كل من إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأخرى. في استعراض لأبرز التراكمات السياسية والدبلوماسية التي حققها المغرب علاقة بقضية الصحراء، قال البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، أن قضية الصحراء المغربية شهدت خلال العام الحالي مجموعة من التحولات الإيجابية التي تصب في مصلحة المغرب، حيث كرست الرباط نجاح دبلوماسيتها في التعاطي مع هذه القضية وقلب موازين القوى لصالحه مع الحفاظ على مكتسباته السياسية في هذا الصدد. وأضاف البراق في تصريح أن المغرب كان واضحا في تعاطيه مع هذا الملف باعتباره أولوية وطنية، وجب على كل المتدخلين تعبئة الجنود لنصرة عدالة الموقف المغربي، مسجلا أنه استنادا إلى الانتصارات الكبرى التي حققتها المملكة دبلوماسيا وأمنيا وعسكريا، فإن السيناريو الوحيد المطروح أمامها هو استمرار هذا النهج التراكمي في تكريس المكتسبات في ظل عجز الأطراف الأخرى عن تطوير مواقفها. ومشاهدينا كما كنشوفوا من خلال اللقاءات او الاجتماعات اللي كيدير السي ناصر بوريطه وزير الشؤون الخارجيه للمملكه المغربيه، والمجهود اللي كيقوم به السيد عمر هلال بمجلس الامن بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، فإن الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والسلام عليكم.